أنا والشريك ديالي دوزنا 6 سنين مع بعضياتنا. في هاد 6 سنين كانوا عندي شي مشاكل مع عائلته. مشينا نشوفوا عائلته شي يامات، كيسكنوا في ولاية أخرى في نويل. الشريك ديالي كيأكد ليا باللي راه ما كيكرهونيش، ولكن هادشي اللي وقع خلاه يشوف باللي على الأقل ما كيحملونيش ولا ما مسوقينش ليا. عنده باه، مو، خوه التوأم، خوه الوسطاني وخوه الصغير. هاد الموقف متعلق بمو وخوه الوسطاني، بجوج بيهم نرجسيين بزاف، ومو ديما كترد راسها هي الضحية في كل شيء. المهم باش نعطيكم فكرة عندي متلازمة أهلرز دانلوس والفيبروميالجيا. يلا تشخصت بهذا الشيء مؤخرا، وهذا كان أول عيد ميلاد ليا بهذه المشاكل، وكان صعيب عليا بزاف، خصوصا أني وليت كنستعمل عكاز وعكازات ديال الساعد دابا. كنت كنحشم بزاف نستعمل العكاز ديالي قدام عائلته. نقدر نتمشى بالعكاز عادي، ولكن كنستعملهم غالبا فاش كنكونوا خارجين من الدار وكنتمشاو لمدة طويلة، حيت كيعاونوني ننقص شويه الالم. دابا الحادثه، عائلته بغاو يمشيو يديروا الباتيناج سور كلاس، خصوصا مو. انا وصاحبي قررنا ما نمشيوش حيت انا عمري درت الباتيناج، داكشي علاش كان ضروري غنطيح. ولكن عندي حتى الكواحل ديالي ضعاف، وصباط عادي ما كيهزنيش مزيان، فما بالك بالباطا. هضرنا وقال لي ما بغاش يغامر ونطيح ونتهرس في شي حاجه، او اكفس من هادشي نهرس شي حاجه ونصدق في السبيطار في العيد في مدينه ماشي ديالنا. صاحبي هو اللي اقترح هادشي، يعني انا ما فرضتش عليه ما يمشيش. خوه الوسطاني سولنا واش غاديين، وصاحبي قال ليه لا حيت انا ما كنعرفش ندير الباتيناج. خوه بحال تحمق. خلاصه الهضره كانت ما كتشوفوناش بزاف، وماما وبابا كاينين في الدار حيت الويكاند، وكنظن غادي يعجبهم الحال بزاف الا مشيتو، خصوصا انا. صاحبي قال لي خاصنا نبدلو النشاط، انا ما كنعرفش ندير الباتيناج، قوادلتها ماشي قاصحين وما بغيتهاش طيح وتاذى. قال ليه ما عرفتش شنو الانشطه اللي نقدروا نديرو كاملين مجموعين، بحال كيلمح باللي حيت كنستعمل العكاز ديالي مره هادشي كيعني انني ما نقدرش ندير بزاف ديال الحوايج في الوقت اللي انا كنقدر، غير هو من بعد كنتالم. صاحبي عطاه امثله لشي حوايج ولكن صدق رافضهم، حيت باه تقطع ليه الصبع الشاهد ديال يدو اليمنيه اللي كيخدم بها، وغادي خصو يخدم بيدو اليسريه في بعض الانشطه اللي اقترحهم، وهادشي غادي يصعب عليه الامور. صاحبي قال ليه باللي غادي نمشيو ولكن غادي نبقاو بجوجنا جالسين في الجنب، ولكن حتى هاد الشيء ما قنعوش. مشى وهبط لتحت يعاود لوالدتو. طلعت الفوق باش تغوت وخا ما هزاتش صوتها علينا، ومعها خويا الوسطاني تابعها. كانت كتقول باللي ما كيشوفوهش بزاف وباللي توحشاتو في ثانكس جيفن، وباللي انا ما غيوقع ليا والو الا بقيت في الجنب بوحدي. هو قال لها باللي ما غيخلينيش بوحدي، يا اما نمشيو ونجلسو في الجنب، يا اما ما نمشيوش كاع ونتلاقاوهم العشاء منين يساليو. هادشي ما عجبهمش، بغاو هو يباتيني وانا نجلس في الجنب باش هو يباتيني، واخا انا نقول ليه يقدر. صاحبي ما قبلش. مو خوه بقاو كيناقشوا باللي انا عادي نجلس بوحدي ونتفرج فيهم. مو قالتيه راه طلبت منك غير شي سويعات، وراه كنحاولوا نصايبوا ذكريات. كان عادي عندهم نجلس في الجنب بوحدي في البرد في وقت الكريسماس، وهما كاملين ناشطين، عوض ما يبدلوا النشاط باش نكون حتى انا معاهم. باش نوضح، عمرهم مشاو يباتينيو، دوزنا معاهم شحال من كريسماس دابا، وعمرهم مشاو للباتيناج. هادي ما كانش شي عاده، هادي غير خطه عشوائيه رفضوا يبدلوها باش نكون حتى انا معاهم. ما عرفتش علاش وقع هادشي، ما قدرتش نحيد هادشي من بالي، ودابا دازت شحال من نهار منين شفناهم. ما قدرتش نوقف التفكير في هذا الموضوع. مازال ما هضرنا مع مو على هادشي، كنا معولين نصيفطوا ليها ميساج، ولكن انا مخلوعه بزاف. هادشي اللي دارو كان فيه تمييز ضد الاعاقه، وبكل بساطه كان خايب. ما فهمتش علاش ما بدلوش النشاط باش حتى انا ندخل معاهم. كانوا كيرفضوا شي انشطه كنقترحوها حيت باهم كان غيضطر يخدم بيدو اليسريه. هو يقدر يخدم بيدو اليسريه، ولكن انا ما يمكنش ليا نفرض على راسي نتزلج على الجليد. كنت ضربت، كنت غنكون في السبيطار. أسوأ حاجه كانت غتوقع لباه هي انه يخسر في اللعبه اللي كنا غنلعبوا. ما عرفت شنو خاصنا نديرو دابا. بغيت نقطع علاقتي بمو وخوه، ولكن ما بغيتش نحيد ليه عائلته. حنا اصلا ما كنهضروش معاهم بزاف، ولكن من بعد هادشي ما كنظنش باقا بغيت نشوفهم، خصوصا مو وخوه. بصح ما عرفت شنو ندير ولا كيفاش، زعما خاصني غير نتجاوز هادشي.